استخبى ورا الشجر ودخل الحقل. كان جعان قوي وعينيه بتلمع بالبرتقالي من الجوع والرغبة في الجزر. بس المرة دي الحراسة كانت شديدة في المزرعة. بروتوس وريكس الكلاب الحارسة كانوا مستنيينه، وفي لحظة مسكوه وودوه لفارمر لابين. فالفول كان مكسوف جدا وقلبه كان هيقف من الخوف. ما كانش قادر يبص في عيونهم. فارمر لابين كان راجل كبير في السن وله هيبة. بص الفلفول وقال له بحزم: أنت مش لوحدك في الدنيا دي، لازم تتعلم إن السرقة مش حل، لازم تتغير. ماما فلفول كانت واقفة بعيد ودموعها بتلمع في عينيها من خوفها على ابنها. ماما فلفول جرت بسرعة ناحية فارمر لابان وطلبت منه يسامح ابنها. قالت له: من فضلك اديله فرصة تانية، أنا وعدته إنه مش هيسرق تاني وإحنا هنساعده يغير من نفسه. قلب فارمر لابان كان طيب وقرر يدي